ازاي يكون عندك كارت فيزا ببلاش تقدر تدفع منه لبره وكمان تفعل بيه الباي بال وكمان تربطه بابل باي او حتى سامسونج باي. انا ايمان محمد وشرحت لك في الفيديوهات اللي فاتت ازاي تعمل حساب باي بال بشكل صحيح، ازاي تفعله باستخدام بطاقه ايزي باي، وشرحت لك بشكل نظري اصلا يعني ايه الكروت الافتراضيه. والنهارده هكلمك عن تطبيق اسمه كاست. التطبيق ده بيدي لك بطاقات افتراضيه او حقيقيه على حسب اللي انت تحبه، والحلو في الموضوع انك ممكن تطلع بطاقه فيزا مجانا 100%. ركز معايا كويس ويلا ندخل في التفاصيل. اول حاجه هتحتاج تحمل التطبيق، واللي سايبه لك اللينك موجود في صفحتي الشخصيه، ومهم جدا انك تسجل من خلاله عشان انت تاخد نقط وانا كمان. بعد كده تدخل على التطبيق ده بعد ما تثبته وتبدا في الاجراءات. اول حاجه هيطلب منك رقم موبايلك، اتاكد انك تكتب الرقم الصحيح لان هو هيبعت لك رمز تاكيد. تاني حاجه هيطلب منك اسمك وشويه معلومات عنك، وتاكد انك تكتب كل حاجه بشكل صحيح، ولان هو بعد كده هيطلب منك البطاقه او الباسبور بتاعك عشان يأكد هويتك ان انت شخص حقيقي يا ربي. وكمان بيطلب منك ان انت تعمل صورة سيلفي او فيديو سيلفي على التطبيق نفسه عشان يتأكد ان انت نفس الشخص صاحب البطاقة او الباسبور. بعد كده بتكمل شوية خطوات بسيطة زي خطوات تأمين حسابك الى اخره. دلوقتي مفضلش عندك الا الخطوة الاخيرة، وكل اللي عليك من واجهة التطبيق البسيطة جدا ان انت تضغط على الاختيار ده وهو اختيار اضافة كارت. هتلاقي عندك كروت كتير جدا، منها الحقيقي منها الافتراضي، ولكن احنا هنستخدم في الفيديو ده الكارت الافتراضي. نضغط على كلمة كاست وبعدين هنختار البطاقة دي اللي زي ما انت شايف قيمتها $20، ولكن هي دلوقتي مجانا، فتقدر تضغط عليها وتلقائيا هتبقى عندك بطاقة فيزا جديدة تقدر تستخدمها زي ما انت عاوز. الحلو في الموضوع انك تقدر تجمد البطاقة دي او تحذفها وقت ما تحب. كمان لما تربطها وتفعل حسابك بالباي بال، التحويل الشهري من باي بال بيكون بدون رسوم بدل $5 اللي بياخدها تلقائيا. كمان التطبيق بيدي لك عمولة بتوصل ل 15% كاش باك لما بتستخدم البطاقة بحدود معينة. ومهم جدا انك تبص على الرسوم بتاعه التطبيق ده قبل ما تشترك، عشان في مثلا رسوم سنويه $20 ولكن ممكن تتخطاها لو معاملاتك وصلت لحد معين. وكل الكلام ده هتلاقيني سايبه لك اللينك بتاعه في صفحتي الشخصيه. اتاكد انك تقرا التفاصيل دي كويس جدا قبل ما تعمل البطاقه دي عشان كل حاجه تكون مظبوطه، ولكن شخصيا بنصحك بيها لان هي بدايه كويسه لتفعيل حسابك على الباي بال. الاهم من كده انك عشان تفعل حسابك بالبطاقه دي على الباي بال لازم يكون معاك رصيد حوالي $2، وده تقدر تضيفه من خلال اي محفظه رقميه. بمجرد ما تضغط على اختيار استلام الاموال من التطبيق ده تقدر تشحنها من اي محفظه رقميه عندك زي مثلا باينانس وغيرها. والموضوع ده سهل وبسيط وممكن اشرحه لك في فيديو تاني لان الفيديو ده طول جدا بصراحه، وفي ناس بتشتغل جنب البيت فانا مش عارفه اركز واعمل لك فيديو كويس. الاهم في الموضوع ان انت تتاكد انك تتابعني عشان يوصلك كل جديد اول باول. ولو عندك اي سؤال اكتبه في التعليقات هرد عليك اول ما اشوف التعليق باذن الله.